دفتر ملاحظات ما يخرش الميه. صباح الفل. عارف المثل اللي بيقول لك العلم في الراس مش في الكراس؟ انساه خالص. اعمله شيفت ديليت من اي حته في حياتك. عملت شيفت ديليت للمثل، اعمل ايه تاني؟ تبدأ تشتغل بالعكس، يعني تبدأ تكتب كل حاجة بتفكر فيها وكل حاجة تيجي على بالك، وده اللي بنسميه دفتر الملاحظات. طالما قررت انك عايز تبقى عالم يبقى لازم تبدا بعمل دفتر ملاحظات الخاص بيك. طب دفتر الملاحظات ده شكله ازاي؟ اقول لك يا سيدي. هات دفتر كبير ومتين، متين يعني يستحمل الاستعمال الكثيف والمتكرر، ويكون شكله روش عشان ما تزهقش من شكله، وخد لك شويه النصايح دي عشان تعرف تظبط دفتر ملاحظاتك. ابدأ بكتابة اسمك وبياناتك على الدفتر ورقم صفحات الدفتر، وحسك عينك تقطع منه ورقة. استخدم دايما القلم الجاف علشان ما تعرفش تمسح، علشان لما تقراه بعد كده تستفيد من الحاجات اللي كتبتها غلط، لكن لو مسحتها عمرك ما هتستفيد منها. قبل ما تكتب اي حاجه اكتب الوقت والتاريخ. سيب دايما فراغات على الهوامش واستر فاضيه فوق وتحت، علشان لو حبيت ترجع للصفحه وتكتب ملاحظات اضافيه. ما تقلقش من حكايه ان خطك وحش او بتشخبط كتير. اكتب كل حاجه في الدفتر، افكار، رسومات، ارقام، احصائيات، عمليات حسابيه، مخططات، ارقام تليفونات وايميلات الناس اللي بيساعدوك، خواطر، اشعار، بس ما تشطحش منك قوي كده وتلاقي الدفتر في الاخر قلب ديوان شعر. خلي الدفتر دايما معاك وسجل كل حاجة ساعة ما بتحصل بالوصف الدقيق، مش تركن الدفتر في الدرج وتقول أبقى أسجل ملاحظاتي يوم خميس وجمعة. اي حاجه حتى لو كانت صغيره برضو اكتبها فيه. قسم الدفتر بتاعك لاقسام علشان ما تتوهش وتوفر وقت، مثلا ملاحظات، جداول، خلفيه علميه، اسئله، مراجع، مواقع. اي ورق خارجي او صور صورتها الزقها في الدفتر واكتب عليها التاريخ. اكتب دايما انطباعاتك الشخصيه عن ملاحظاتك. اكتب اسباب فشلك، النتائج الغلط، اكيد هترجع لها وهتستفيد منها. اوصف كل حاجة وصف دقيق ومفصل عشان لو حد قرأ الدفتر بتاعك يقدر يفهم كل حاجة.